بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فوز النادي الأهلي على يانج أفريكانز بهدفين نظيفين، بديل أحمد رمضان بيكهام في سيراميكا كليوباترا، حرب بيراميدز والأهلي على عودة الفخوري، مهاجم جديد على طاولة النادي الأهلي، ومن اللهو الخفي داخل النادي الأهلي. نصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وندخل في تفاصيل أخبارنا النهارده. نادي الاهلي يكتسح نادي يانج افريكانز ويفوز عليه بهدفي تريزيجيه، هدف بالراس وهدف بالقدم، واحده كده ار2 من بتوع تريزيجيه. فاجئنا النهارده يسترب بمصطفى شوبير في حراسه المرمى ومروان عثمان اوتاكا الوافد الجديد مهاجم النادي الاهلي. بدأ النادي الاهلي المباراه بتشكيل مكون من محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر ابراهيم، ياسين مرعي وكوكا. في نص الملعب كان مروان عطيه وديانج، قدامهم امام عاشور، جناح يمين زيزو، جناح شمال تريزيجيه، وفي الامام وحيدا مروان عثمان اوتاكا. طبعا حاجه جديده جدا علينا في النادي الاهلي ان صفقه تبقى لسه جايه جديده وينزل يلعب على طول من اول ماتش. كنا الاول الصفقه تيجي بتقعد على الدكه 3 4 شهور على ما يتم الدفع بيه بديل وبعد كده يبقى اساسي. لكن يسترب واضح عليه ان هو الراجل يعني طالما مقتنع باللاعب هيشاركه من اول لحظه يكون فيها داخل النادي الاهلي. علمناه ان هادي رياض خلاص رسميا 3 سنوات ونصف بتيشيرت النادي الاهلي. خلاص الصفقه خلصت لصالح النادي الاهلي. بالنسبه لحكم المباراه واضح ان هو حكم ضعيف جدا على المستوى الفني. شخصيته الى حد ما هو الراجل حاول ان هو يمسك المباراه بقوه وان ما يكونش فيه اعتراضات، وكان على طول حاسم في قراراته، ولكن فنيا الراجل يعني كان الى حد ما كانش على المستوى، لان طبعا في بعض الاخطاء كانت تستوجب انذارات وكانت تستوجب كروت حمراء، ولكن الراجل في حتى لاعبات ما حسبهاش فاول. يعني عندك مثلا في الدقيقه الثالثه كوع في وش تريزيجيه من اللاعب اوكيلو، الجناح اللي كان عامل مشاكل النادي الاهلي. فطبعا كوع جامد جدا في وش تريزيجيه، واحنا عارفين دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا ما فيهوش فار، ودي حاجه غريبه جدا ان يكون بطوله بالقوه دي وفيها منافسه شرسه وما يكونش فيه فار. طبعا الحكم ما شافش اللعبه اصلا، اللاين زمان كان قريب منها ما رفعش الرايه، فبالتالي عدت على الحكم واللاعب ما خدش لا انذار ولا كارت احمر. لو في فار اللعبه زي دي تستوجب كارت احمر لان كوع مباشر في وجه لاعب النادي الاهلي تريزيجيه. في الدقيقه 32 ديبو لاعب يانج افريكانز بالدراع في وش ياسر ابراهيم برضه، والحكم حسبها فاول بس ما اشهرش كارت للاعب. في الدقيقه 48 كان في تسلل غريب جدا على مروان عثمان اوتاكا. يعني ممكن نقول ان اللعبه صعبه على اللاين زمان، بس مروان عثمان اوتاكا كان متغطي وكانت فرصه واعده جدا للنادي الاهلي، كان متقدم 1-0 بس، وكان وارد جدا يحصل النادي الاهلي مشاكل لو كان يانج افريكانز اتعادل بهدف، كان هيصعب المهمه جدا على النادي الاهلي. في الدقيقه 55 كان فاول قوي جدا مع احمد سيد زيزو، كان برضه يستوجب بطاقه صفراء على الاقل لان اللاعب دخل كان زيزو من على وش الارض. في الدقيقه 69 برضه فاول قوي مع ياسين مرعي برضه، والحكم برضه ما اشهرش البطاقه. يعني انا بكلم حضرتك في 4 5 لعبات كانوا يستوجبوا بطاقات، والحكم ما اشهرش اي بطاقات للعيبه الاربعه اللي انا قلت لحضرتك عليهم دول. كان في لعبات منهم تستوجب الانذار، وكان في لعبات تستوجب كارت احمر مباشر. النادي الاهلي بدا المباراه كان لعب عشوائي جدا، الاعتماد على الكرات الطوليه اللي كانت كلها من نصيب مدافعين يانج افريكانز، والنادي الاهلي ما حاولش يصلح الامر ده الا بعد نص ساعه الاولى. ضيعنا نص ساعه كامله في لعب عشوائي وكرات طوليه ملهاش اي داعي خالص وملهاش اي لازمه. بعد الدقيقه 30 بدانا نلعب الكره على الارض، بدا امام عاشور يشتغل الشغل بتاعه. امام عاشور كان دايما بيزيد من ناحيه الشمال وكان بيعدي 1 على 1 بشكل مميز جدا في لعبات ممتعه جدا واللعبات اللي الجمهور بيحبها، بس كان الفينش دايما كان وحش. ديانج النهارده كان يعني هنقول مش مركز، كان تايه، لان كان يانج افريكانز كان متحفظ، وديانج بيبان اكتر في المباريات الكبيره اللي بيكون الفريق بتاعها دايما ضاغط على النادي الاهلي، فديانج بيقدر ان هو يشتغل الشغل بتاعه. انما لما يكون فريق مستسلم ما بيطلعش عليك، ما بيزيدش، ما بيهاجمش، فديانج بتبقى الدنيا بالنسبه له بتبقى تايهه شويه. ديانج لاعب دفاعي اكتر، تزود بيه كمركز 8 مع امام عاشور، فديانج ما كانش قادر يقوم بالمهمه دي قوي، فعشان كده ديانج ما كانش ظاهر النهارده بالشكل المطلوب.
بس ديانج طبعا لاعب كبير جدا ومهم جدا جدا في النادي الاهلي. طبعا الف الف مبروك للنادي الاهلي، 3 نقط مهمين جدا في مشواره، هيخليك تروح تنزانيا وانت مرتاح، تلعب هناك على نقطه. لو خدت النقطه دي رحت الجزائر، في هناك فريق في المتناول، وبعد كده تنهي هناك الجيش الملكي ان شاء الله في القاهره، ويكون استاد القاهره ان شاء الله اشتغل، ونلعب ماتش الجيش الملكي في استاد القاهره. ان شاء الله الاهلي يختم دور المجموعات كمركز اول في الصداره، عشان ان شاء الله نكمل على البطوله وتبقى الاميره رقم 13 في النادي الاهلي. نروح على طول لخناقه بيراميدز والاهلي على عودة الفخوري. الاخبار اللي جايه من النادي الاهلي ان النادي الاهلي مهتم بعودة الفخوري من ايام كاس العرب. يعني تقريبا كاس العرب انتهت حوالي 10 ديسمبر او 11 ديسمبر على ما اتذكر يعني. فالمفروض ان من 10 ديسمبر انت المفروض بتخلص في عودة الفخوري. هل هو لاعب ضروري في النادي الاهلي؟ عودة الفخوري بيلعب جناح شمال، وانت عندك الاجنحه ما شاء الله، انت عندك حوالي 5 أو 6 اجنحه. لو احمد عبد القادر يستر اعتمد عليه او دخله في المجموعه اللي بتلعب، هيبقى عندك 6 اجنحه. فعودة الفخوري مش ضروره ملحه بالنسبه لك. بس عودة الفخوري 20 سنه، عندك حسين الشحات سنه كبير، عندك اشرف بن شرقي سنه كبير، عندك تريزيجيه سنه كبير، فعودة الفخوري ممكن تحتاجه كمان سنه سنتين، بس مش ضروره ملحه دلوقتي. بس طالما دخلت في عودة الفخوري وبعت ناس تتكلم مع اداره ناديه، في وفد من النادي الاهلي راح لنادي الحسين اربد، وراحوا قعدوا مع الناس واتفقوا معاهم على كل حاجه، واتفقوا مع اللاعب واتفقوا مع وكيله وخلصوا كل حاجه تقريبا، وكان فاضل التوقيع النهائي. ما وقعتش ليه؟ ليه استنيت لحد ما بيراميدز يخش في الصفقه؟ انت قطعت 99% تقريبا من الصفقه، كان فاضل لك 1% ان اللاعب يجي يكشف طبي وتوقع العقود النهائيه. اللاعب كان في عقده شرط جزائي $100,000، وانت قلت لا انا مش هفعل الشرط الجزائي، واحنا هنروح نتفق مع الناس وعلاقات وبتاع، ونعمل علاقات مع نادي الحسين اربد ومع رئيس ناديه، ويبقى فيه كده يعني يبقى الشكل حلو. ليه تستنى اما بيراميدز يخش في الصفقه ويعلي عليك ونكرر صفقه حامد حمدان تاني؟ يعني عودة الفخوري دلوقتي هو حامد حمدان التاني، او هو شبيه حامد حمدان، وهيبقى القلم التاني لبيراميدز على مش عايز اقول على قفا النادي الاهلي. والله عيب، عيب النادي الاهلي اللي كان في وقت من الاوقات ما حدش كان بيقدر يقف قصاده في الصفقات، وكان بيخش اي صفقه بيخلصها بالتليفون. دلوقتي النادي الاهلي مش عارف يخلص صفقه. اتفقت مع النادي الحسين انك هتدفع $200,000، واتفقت مع اللاعب على الراتب بتاعه ومخلص كل حاجه ونسبه وكيل وكل حاجه خلصانه. دلوقتي بيراميدز دخل من يوم الاربعاء بالليل، نادي بيراميدز دخل زود راتب اللاعب الضعف. بيراميدز عنده استعداد يوصل الصفقه $1,000,000، كمان وعد وكيله بانه هياخد مبلغ بره الصفقه غير نسبته. بيطمع اللاعب وبيطمع وكيله وبيطمع النادي. ليه؟ عشان انت تباطأت، وهنقعد نعيد ونزيد البطء الشديد في النادي الاهلي، وقرار اللي بيلف على 50,000 واحد كل مره اقعد نقول نفس الكلام. ليه؟ لان نفس الموضوع بيتكرر. بتبقى مخلص في اللاعب، وما بتكلمش على عودة الفخوري بس، بنبقى مخلصين في اللاعب، اي لاعب، وقاطعين في شوط كبير جدا ومتفقين مع ناديه ومخلصين مع وكيل ومخلصين كل حاجه، وفجاه ما الكلام يقف. من امتى واحنا بنتكلم على مهاجم النادي الاهلي؟ من قبل يناير ما يبدا، وقلنا المهاجم هيكون موجود في اول يناير ويتأيد في اول يناير. قلنا اسماء كتير جدا النادي الاهلي كان مهتم بيها، وكان قاطع شوط كبير جدا في المفاوضات. طبعا ابراهيم دياباتي، مرورا بابو لولو، مرورا بابلو الصباغ، باسد الحملاوي، كل ده قلناه. حوالي 9 مهاجمين اتكلمنا عليهم، وفي مهاجم جديد جاي لك فيه كمان اترمى على طاوله النادي الاهلي. ستانلي لاعب ترجي الجريسي اللي كنا بنقول عليه يعني مستواه لا يليق بالنادي الاهلي، خدوا اهلي طرابلس، وقلنا ساعتها ان انيس بوجلبان هو اللي مرشح الصفقه، هو اللي جاب الصفقه ومكلم النادي الاهلي ومخلص مع النادي الاهلي. نادي اهلي طرابلس دخل خده. هل في حد جوه الصفقات اللي احنا بنتكلم عليها دي كلها كابتن سعد حفيظ تقريبا 90% منها هو اللي كان بيتكلم فيها؟ هل في حد
كاره وجود كابتن سيد عبد الحفيظ في النادي الاهلي او كاره عوده الكابتن سيد عبد الحفيظ النادي الاهلي تاني، فعشان كده بيبوظ كل حاجه داخل فيها كابتن سيد. يعني عمر فخوري كابتن سيد، حامد حمدان كان كابتن سيد، توفيق محمد كابتن سيد، مصطفى شاشة بالمناسبه اللي كان كابتن سيد متكلم مع المهندس ايمن الشريع ومخلص فيه كل حاجه، راح اهلي طرابلس برضه اعاره 6 شهور. فمين اللي مكاره كابتن سيد؟ مين اللي كابتن سيد طبعا عارفين عنه ان هو راجل ملتزم جدا، كابتن سيد بيخلص في الدره، بيخلص في السريه. يعني هو ما كابتن سيد مين عارف ان هو راح فرنسا وراح المجر وراح هولندا وراح النرويج؟ مين يعرف؟ ما هو حد من جوه هو اللي بيطلع الاخبار. ليه الصفقات اللي بتكون قربت خلاص تخلص وفي الساعات النهائيه وفي ساعات الحسم ليه بتبوظ وبيخش فيها بيراميدز؟ هل في حد جوه النادي هو اللي بيوصل الكلام ده؟ مش هنقول فلان، انما مين هو العدو الخفي اللي جوه النادي الاهلي اللي بيوصل كل حاجه بره للصحافه ولليوتيوبرز، اللي بيوصل كل حاجه للناس؟ علامات استفهام كتير جدا على اداء النادي الاهلي في موضوع الصفقات بالذات. لما يكون حضرتك عندك عمال تقول ميزانيه قد كده وداخل لي قد كده من بطوله افريقيا وداخل لي قد كده من كاس العالم وداخل لي قد كده من الصفقات، وبتيجي تبوظ الصفقه على $500,000 او $250,000. صفقات مهمه جدا في النادي الاهلي. هل موضوع عودة فخوري خد ضجه او خد حجم كبير عشان نلهي الناس او نغطي على موضوع المهاجم الاجنبي والناس الموضوع المهاجم الاجنبي لحد ما يناير يخلص؟ خلاص احنا يناير خلاص قرب يخلص، النهارده بنتكلم 24 يناير، خلاص فاضل اقل من اسبوع والقيد الافريقي يخلص. قدامك على الاقل 4 ايام قبل ماتش يانج افريكانز تكون ايدت المهاجم بتاعك. فهل ال4 ايام كافيين ان احنا نخلص مهاجم عشان يلعب معانا ان شاء الله، يكمل معانا دور المجموعات ويكمل معانا في الادوار الاقصائيه بعد كده في افريقيا؟ عايز حضرتك في الكومنتات تقول لي، هل كابتن محمود الخطيب من ساعه ما بقى رئيس النادي الاهلي في صفقه كويسه دخلت النادي الاهلي غير وسام ابو علي؟ وبالمناسبه وسام ابو علي ما كانش ترشيح لجنه سكاوتنج او لجنه تخطيط او حد من الاداره الفنيه في النادي الاهلي. وسام ابو علي اللي مرشحه شاب عايش في السويد، هو اللي رشحه للنادي الاهلي، بناء عليه النادي الاهلي اتحرك وخلصه. ومن ساعه ما وسام مشي احنا مش عارفين نجيب مهاجم، وقبل وسام ما كانش عندنا مهاجم محترم. احنا جبنا والتر بواليا وجبنا اسماء كتير جدا ومرورا بالحاج مودست وكل الناس دي، ما فيش مهاجم فيهم علم مع النادي الاهلي غير وسام. فعايز حضرتك في الكومنتات تقول لي، هل في مهاجم او هل في صفقه النادي الاهلي جابها يعني عليها الطاقه زي ما بيقولوا بالبلدي غير صفقه وسام ابو علي؟ يمكن انا غلطان، يمكن انا مش متابع، بس اللي انا شايفه ان مفيش صفقه محترمه او صفقه قويه جابها النادي الاهلي في عهد كابتن محمود خطيب واهل الثقه اللي هو معتمد عليهم داخل النادي الاهلي. يعني لجنه التخطيط المفروض هي اللي بتخطط لمستقبل النادي الاهلي على الاقل 5 سنين. قول لي مين اللاعب اللي جه على مستوى 3 لجان تخطيط متتاليه في النادي الاهلي في ال7 8 سنين اللي فاتوا؟ انت محتاج ايه طيب في التدعيمات؟ انت محتاج بديل لديانج ومحتاج بديل لمروان عطيه. مروان عطيه النهارده انت عندك مروان عطيه النهارده لو قعد مين اللي هيلعب مكان مروان عطيه؟ مفيش حد. يوسف بالعمري، انت جبت يوسف بالعمري وصفقه كويسه جدا ولاعيب ممتاز ولاعيب هايل وهيفيدك، بس مين البديل بتاع يوسف بالعمري؟ يعني تفضل معتمد على كوكا ولا هتعتمد على محمد شكري اللي ما لعبش بجنيه في الاهلي لحد النهارده؟ لحد امتى هتفضل على حته الترقيع؟ تجيب من هنا تحط هنا وتجيب من هنا تحط هنا وهي ماشيه. المهاجم الاجنبي ضروره ملحه جدا. وعلى فكره موضوع رمضان اتقفل خلاص. اللعيبه اللي جت كلها 6 7 صفقات لعيبه كويسه جدا بس مش اساسيين في النادي الاهلي. تزود مستوى اللعيبه اللي عندك على الدكه ان هم يكونوا بدائل كويسين اللي موجودين في الملعب. انما مين اساسيين عندك اللي هتلعب بيهم افريقيا ولو رحت انتر كونتيننتال وكل موسم انتقالات نقعد هنجيب ده وهنجيب ده وهنجيب ده وما بنجيبش حد؟ كام اسم مهاجم اتذكر في 3 مواسم انتقالات على التوالي ومفيش حد منهم جه؟ الراجل بتاع مازين بالكنغولي اللي احنا فوضناه كتير، وعايز حد بس يفكرني بالاسم في الكومنتات بعد اذنكم، اللي ياما فوضناه و3 سنين ورا بعض بنفوض وكل موسم انتقالات مش عارفين نجيبه.
ومره يقول لك اصل 4 مليون ونص، ومره يقول لك 3 مليون دولار ومش عارف ايه، وبرضه وما عرفش يخلصوا. وجبنا اسامه ابو علي ومشي اسامه ابو علي. برضه حضرتك قول لي في الكومنتات، هل اداء اداره النادي الاهلي فعلا هم ناجحين في استقطاب اللعيبه وانهاء الصفقات بشكل كويس؟ وهل في حد في النادي الاهلي فعلا بيعرف يجيب صفقات ولا لا؟ حضرتك تقدر تقيم لي اداء اداره النادي الاهلي خلال فتره تواجد الكابتن محمود الخطيب؟ نخش في موضوع بيكهام احنا كنا عارفين ان نادي سيراميكا كليوباترا او طلب النادي الاهلي قطع اعاره احمد رمضان بيكهام وعودته الى نادي سيراميكا لانه مش مفيد فنيا للنادي الاهلي. ما علمناه ان اداره النادي الاهلي تراجعت في الطلب ده، وطبعا كان احمد رمضان بيكهام ضمن صفقه انتقال مروان عثمان اوتاكا، فهيتم اعاره احمد عبدين 6 شهور. والله انا برضو شايف ان احمد عبدين كان ياخد فرصه واحمد رمضان بيكهام هو اللي يمشي. احمد رمضان بيكهام ما قدمش اوراق اعتماده لحد النهارده في النادي الاهلي. نتمنى ان احمد عبدين يطلع ويتالق ونشوفه كويس ويرجع لنا تاني ان شاء الله، يبقى من مدافعين النادي الاهلي ويبقى مستقبل للنادي الاهلي. نروح لمصطفى سنجاري. مصطفى سنجاري لاعب فرنسي بيلعب في بلغاريا في نادي اسمه ليفسكي صوفيا. ده مرشح النادي الاهلي. ده بقى المرشح رقم كام؟ حضرتك قول لي في الكومنتات، ده المهاجم المرشح رقم كام على طاوله النادي الاهلي؟ ولسه هناخد راي المدير الفني وناخد راي لجنه التخطيط وناخد راي لجنه السكاوتنج ونشوف مدير التعاقدات هيعرف يخلصه ولا مش عارف يخلصه. بالمناسبه انا قلت لك قبل كده في فيديو من الفيديوهات، انا خايف ان كابتن سيد عبد الحفيظ والاستاذ ياسين منصور يزهقوا ويشيلوا ايديهم من الصفقات ويشيلوا ايديهم من تسويق اللعيبه، وتقريبا كده احنا داخلين على المرحله دي، لان من الواضح ان كابتن سيد عبد الحفيظ في حد عايز يفشله داخل النادي الاهلي. راجل بيسافر، الاخبار كلها بتطلع من داخل النادي الاهلي. مين هو بقى اللهو الخفي داخل اللجنه الفنيه في النادي الاهلي اللي بتاخد قرار في اللاعبين؟ مين اللي بيسرب الاخبار؟ اشرف داري. احنا كنا قلنا قبل كده ان هو اتفق على فسخ اعارته مع النادي الاهلي بالتراضي، وكنا قلنا العرض المضحك اللي هو جايبه من احد الانديه الفرنسيه اعاره مجانيه والنادي الاهلي يتحمل الراتب بتاعه بالكامل. برضه ما علمناه ان النادي الاهلي تراجع عن موضوع فسخ التعاقد ووافق على الاعاره المجانيه بشرط ان النادي الاهلي هيتحمل نصف الراتب بتاع اشرف داري، او اشرف داري هياخد نص مرتبه بس. النادي الفرنسي مش هيدفع له حاجه. اشرف داري هياخد نص المرتب بالاتفاق مع النادي الاهلي بشرط ان هو هيروح هناك يلعب ونتفرج عليه. يمكن اشرف داري ينسى موضوع الاصابات، يمكن لعيب من عندنا احنا في زياده احمال، في ارضيه ملعب وحشه، يمكن لعب فينا. نتمنى توفيق النادي الاهلي سواء في المشوار الافريقي او على مستوى الاداره، ويعني يكون اللي جاي احسن ان شاء الله بالنسبه للنادي الاهلي. اتمنى تكون الحلقه عجبت حضراتكم. ما تنساش تدعمنا باللايك الجميل بتاع حضرتك. ما تنساش تشترك لو مش مشترك في القناه، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويا ريت تشير الحلقه عشان توصل لكل الناس. ده ملعب بوخارست. شكرا، سلام عليكم.